من الجيران نتاعنا. وصل لي شوشان انا احنا البلوز امبورتون توا ركزوا على الماتش هذايا اللي تحكي فيه انت كله واقع، حتى حد ما ينجم يمحيه، حتى حد ما ينجم معناه ينحيه من كتب التاريخ، لكن توا فما واقع اللي كونه في السنوات الأخيرة معناها المغرب عملت قفزة كبيرة برشا. وقت ما فيش كلام. وقت اللي احنا في السنوات خلينا نقولوا متاع ما بين 16 و 18 19 عملنا قفزة كبيرة، وصلنا 14 عالميا، وصلنا عنا حظوظ، وصلنا عنا صفوة من اللاعبين، لكن ديما معناها نبرزوا بالكوليكتيف، صح، ديما نبرزوا بروح المجموعة، ويكون عنا ان تالون ودو هو يلديبلوك لا سيتواسيون. باهي المغرب لا، المغرب تبرز كي تبرز بالإنديفيدواليتي نتاعها، تبرز باللاعبين النجوم اللي يلعبوا في اعتى الفرق الاوروبيه، كانت عندهم جينيراسيون كبيره برشا وعملوا كوب دي موند ممتازه في 2018 بك الماتشات الشهيره مع البرتغال واسبانيا وقتها 3-3 وكل شيء. 2022 يزون كونفيرمي. قلت لي احنا وخرنا حقيقة معناها ميفو با ما نبداوش شوف نحكيو على الريفاليتي نحن واقع في مقارنات هذاك شخص ياخذ المغرب توا ماهيش المغرب تاع قبل ماهيش مقارنة. اما راهو بارفوا كي تجي باش تقدم مباراة اني نحب برشا لي زوروبيان علاش خاطر يخدموا لوجيك، يخدم كورب، يحط لك كورب ويحط لك العوامل اللوطة ويحط لك البوزيسيون نتاع الفيفا من الفوق. قلت لي تونس ماشيه قاعده فهمتي وتطيح في الكلاسمون، هما لا كورب اوبوزي صح ماشي انه يطلعوا. باركونتر تقول لي يلقاو برشا مشاكل معانا في الدربيات، نقول لك صحيح. تقول لي راهو ايزون دو مال باش يتعاملوا مع السيستم دو جو نتاعنا، نقول لك صحيح. تقول لي راهو يقراونا ألف حساب ويخافوا سورتو فهمتني من لا رابيديتي نتاع لي كونتر نتاعنا ومن الهجمه المرتده والترانزيسيون، نقول لك صحيح. كيما نقول لك زاده اللي هما سور لو بلان كاليتي خير منا برشا وديبلوكاج دو سيتواسيون صعاب ويقراو لي سيتواسيون والسكيلز نتاعهم والتكنيك مو خير منا صحيح. انا في الكورة قد ما تقيم الادفيرسير نتاعك في دوك انا ممكن الفكره نتاعي ما فهمتهاش قد جوز كملت هذه نحكي على الريفاليتي الاكثر الاقل كرويا تحكي انت على الريفاليتي اللي هي جغرافيه ومن بعد انتقلت للرياضه، وتونس كانت عندها كعبها عالي جينيرالمون في زوز ماتشوات اللي احنا نذكروهم ولا 3 ماتشات نذكروهم على المغرب. كملت اللي ربحت فيهم تونس اللي ترشحنا به الكوب دي مون تاع 2-2 والفينال تاع اليورو تاع الكان تونس جابون وفوالا وتونس جابون سيول 1988 تونس سيول بعدنا برشا. دونك نحكي هذوما 3 ماتشوات في ال 15 عام الاخرانيين اللي نتذكرهم ولا 20 عام الاخرانيين اللي التوانسه يتذكروهم. كل ما قابلنا مستوى المنتخب المغربي خرجنا بلوز وما بنتيجه ايجابيه وترشحنا ولا ربحنا ولا كذا، لكن حال البارح ما هوش حال اليوم. احنا جايين الحقيقه من عامين كاتاستروفيين. دكتور انا عندي سؤال اخر. مجدي حكى على فالور مارشاند قيمه تسويقيه تاع منتخب، يحكي على 354 مليون دورو. انت تعرف تونس قداش ولا 53 ما بين 50 و 65 و 65 هذا 7 فوا بلوس صحيح. تحكي ل 7 فوا بلوس انتر 6 و 7 فوا تحكي لدي شيفر سامحوني في الكلمه تفجع معناها انورم بالحق انورم معناها به. لهنا انا نحب نشوف كيفاش منتخبنا مع المغرب. كلامك بارفوا تحكي في حاجات لوجيك. انت كي تقول لي توا مغرب تونس اوكي نمشي معك لا وريفاليتي وعندنا ودربيات واحنا تونس قبل التاريخ حاضر توا قداش قلت انت 53 نقولوا 60 احنا تونس. حكيم يسوى 75. خالد بالحق ما زلنا عايشين على بعقلية 2004 خاطر شفت الكومنتير قدامي بالحق. ليه عايشين بعقلية 2004؟ ليه؟ لأنه 2004 دخل في طيات التاريخ، ولكن ما يتنسيش لأنه يبقى رقم ورمز للتوانسة الكل وفرح التوانسة الكل. التاريخ هذاك ما عندوش مستقبل في 2004 صحيح. اللي ما عندوش التاريخ هذاك ما نجمش يبني باش يحضر مستقبل
باهي. ولكن ديما نقول انا حاتم رغم الصعوبات اللي تمر بهم بلادنا سواء كانوا ماليه او اقتصاديه او كذا، دائما تونس موجوده راهو رياضيا للامانه، وفي كل الرياضات في مثل هالمواقف هو المباريات الكبرى هذه المنتخب التونسي ما يحشمش التوانسه. وانا متاكد بقطع نظر على نتيجه المباراه انه مش نقدموا مباراة محترمة جدا، لأنه تعودنا أنه نلعبوا ضد كبار القوم، خاصة كي نلعبوا ضد كبار القوم نقدموا حاجة مزيانة وعندنا المخزون الكروي متاعنا، ونقلقوا كل الفرق الإفريقية نحن والعربية، ومعروفة حتى عند الأوروبيين كي حلوا المباريات على المغرب. ما عادش تتقارنوا بالعرب وبالافريق على خاطر فات باليه معناتها سورتو بعد وصولوا للدومي فينال. ما هزش كاس افريقيا. اي ما هزش تو يهز معناتها تحس حتى كي مع شكون خسر. تو اسمه يهز، تو اسمه يهز. لا ما يهزش فشل معناها في بلاد. ساعة لازم نعترفوا الحقيقة، وهذه حاجة تفرحنا منتخب شقيق، انه اليوم المنتخب المغربي عنده أفضل جيل في تاريخ الكرة المغربية على الإطلاق، على الأقل هذا بمستوى الأرقام والإنجازات اللي تحققت رياضيا بالنسبة لهذا المنتخب، اللي معناها كي تقرأ القائمة والقائمة قدامنا كل اسم ينسيك في الاسم الآخر. معناها كي تشوف التركيبة باش تعملها من الديفونس ولا ميليو تيران ولا لي زاتاكون، معناها الدوخ لازم. كان أنا ما عنديش إجابة بقدر ما عندي سؤال الحقيقة. المنتخب المغربي وكأنه عنده مشكل في القارة نتاعو، المنتخب المغربي وكأنه متفتح أكثر على القارة الأوروبية في طريقة اللعب، في التفاهم بين اللاعبين، في الجودة متاع اللعب. في القارة ديما عنده إشكاليات، ما عندوش تاريخ ثري في القارة الأفريقية. هل تعتبر هل ممكن يكون بالنظر لطبيعة الملاعبين اللي كلهم متكونين في أوروبا في هولندا وبلجيكا أكثريتهم الاتموسفير موش نفسهم؟ ينجم يكون في وقت من الأوقات زاد تطرح موضوع النجومية، وأنه المنتخب المغربي عنده فرديات وما عندوش مجموعة، وأنه كل واحد كما نقولوا احنا على روحه وكذا، وكل ما هو مقصود بالكلام هذا. لكن للأسف أنه المقابلات والمشاركات تاع المنتخب المغربي أكدت الكلام هذا. ما نعرفوش إذا كان ليديسيون هذا باش يكون فيها تحدي من نوع اللي أنا ما نجمتش نعمل تاريخ في القارة، هذا الوقت المناسب اني نعمل ونكتب تاريخي في القارة، ولا انه القاعدة باش تتواصل. المنتخب المغربي منتخب عملاق كبير ممتاز، يفرج فنيات فرديات، تشوف الاسامي تدوخ، تشوف طريقة اللعب تعجبك، تحس اسبانيا تلعب، تحس البرتغال، تحس ناسيون كبيرة في الاوروب. لكن في القارة هاني قلت عنده مشكل. على فكرة لو قديش من مرة كي نتفرجوا المنتخب المغربي في تونس نحكي، لأنه ما عندناش العقدة هذيا، نشجعوا المنتخب المغربي ونشيخوا بالكورة وبالطريقة وبالمانير نتاعو، لكن ديما يفاجئنا انه يعمل لنا هكا ديسيبسيون ويروح على بكري. نعتقد انه الكان هذية بالذات باش تكون اكبر تحدي في تاريخ